السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضر مع بعض باذنجان بطريقة جديدة بنكهة السمك. نروحوا لتحضير الوصفة، ما تنساوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هنايا جبت باذنجان وجبت بصلة، قطعوها بهذه الطريقة. نكون ندير المقلة تسخن لي، ونجيبو حبات توم ونقطعوهم إلى قطع صغيرة بهذه الطريقة. هنايا إذا ما تحبيش التوم تقدري تستغني عليه. بعد اللي نقطع البصلة نروح مباشرة نقلوها حتى تولي لي كراميليزي، وما نسهلش عليها حتى تنحرق لي. بهذه الطريقة نخلو هذه البصلة جانبا ونقطعو كذلك الثوم. من بعد ما تخلي الزيت نضيف البصلة ونقلبها، ونمر مباشرة نقطعو الدنجان نتاعي. بهذه الطريقة نجيبو حبة دنجان. هنايا نقلعو هاد الراس تاعه، نقلعو هذيك القشر اللي متكونش مليحة في الحبة. بهذه الطريقة نقشروها. انا خيرت هذا اللون الابيض، وكاين المتعارف عليه الباذنجان الاسود. انا فضلت به ندير باذنجان الابيض، بندير من ندير لي كروكيت نتاوعي ما يجينيش هذاك اللون الاسود نتاع الدنجان. هذه الطريقه نقطعها الى قطع صغيره بتي كاري ولا بتي دي على كيما تفضليها نتيا. انا نفضل هكا بتي دي باش من تضيفيها للبصله تذوب لنا وما تبقاش باينه بزاف. احنا نسحقو غير النكهه. وانا متعارفين على الدنجال، كاين اللي تغيب لها وتقول لك راه راني ندير الدنجال وراه يشرب لي الزيت وعلى هذه ما تبغيش تستعمل الدنجال. هنا في هذا الاثناء كنت نقلي البصله، نضيف لها الثوم باش ما ينحرقليش، ونضيف عليه مباشره الدنجال ونخليه حتى يطيب لي بهذه الطريقه. ومن بعد اللي يطيب لي نصفيه ونخليه يصفى لي من الزيت ونضيف عليه. وهنايا كنت سابقا حضرت الروز، درته هيفيت، درت له شويه زيت وشويه ملح، وكي طاب لي درته في صفايه وصفيته بهذه الطريقه. ونضيف على هذيك البصله والدنجال. هنايا ديري الكميه اللي نتيا تحبيه، وضفت لها المعدنوس اللي كنت قطعته قطع صغيرة، وضفت لها لا شابلو. هنايا لا شابلو. ودائما يكون عندك الخبز خدميه وخليه جانبا تسحقيه بهذه الوصفات. وضيفي حبة بيض، شوية حروب وشوية ملح. وهنايا ديري حساب باللي كنتي متبلة في القلي باش ما يجيكش الوصفة مالحة. ونخلطوا جميع المكونات بهذه الطريقة. فوالا، وما تخلطيهاش بزاف ما تجيكش بزاف بازطة باش يقعد لك النكهه تاع الدنجال تتبنيها وانتيا تاكلي في لي كروكيت بهذه الطريقه. من بعد اللي نخلطها نجيب لا شابلو باش نرمدها فيها. ومن بعد اللي نرمدها في لا شابلو نقليها مباشره في الزيت بلا ما ندير لها البيض ولا حاجه. بهذه الطريقة نكمل جميع الحبات اللي عندي. وكل ما تحطي حبة تاع كروكيت حاولي تعوضي لها الجناب تاعها بهذه الطريقة بتجيك حبة شابة تاع لي كروكيت. نكمل كاع الكمية اللي عندي ونمرو نقلوها.
هادو هما لي كروكات باذنجان اللي حضرناهم لنهار اليوم بطريقة مختلفة وبنكهة السمك. جربيها ورافقتها بصوص طماط. أتمنى ينالوا إعجابكم وتجربوهم. نفتح معاكم حبة، شوفوا راها تشهي، جات ولا أروع. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم في وصفات أخرى. إلى الملتقى إن شاء الله.